السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي. جينا لكم فيديو جديد خوتي نهضروا فيه. كاين زوج مواضيع. الموضوع الاول الماتش تاع البارح، نهضروا شويه في الموضوع تاع البارح، والموضوع الثاني القضيه تاع الطال اللي راهي دايره حاله في فرنسا خوتي. بون خوتي نبداو بالقضيه تاع الطال ونقرا لكم هذه ونعاودوا نولوا ليه هكذا خوتي. اسمعوها مليح وقراو تبعونا وتعرفوا واش كاين. اخذت قضيه تضامن الدول الجزائري يوسف عطال مع القضيه الفلسطينيه ابعادا جديده. اسمع مليح خويا. حيث تدخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي. الاتحاد الفرنسي راه تدخل خويا، الاتحاد الفرنسي، وحنا الاتحادية تاعنا والله. بون، وأدان رئيس قالك وأدان رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ديالو بما وصفها بدعوات العنف التي أطلقها عطال. وزعم فيليب ديالو هذا رئيس الاتحادية الفرنسية أن ما أقدم عليه الدول الجزائرية تعارض مع أخلاقيات الرياضة الفرنسية والقيم التي تدافع عنها كرة القدم. وراهي القيم اللي تدافع عنها كرة القدم خوتي. بون، وأعلن رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم أن هيئته احتكمت إلى مجلس الأخلاقيات للفصل في القضية. تسمى القضية تاع عطال داوها لمجلس الأخلاقيات. بون دوك نكملوا نحضروا عليها شويه شويه. وشدد ديالو على أن الاتحاد الفرنسي للعبة يدين بأقصى درجات الصرامة هذه الممارسات. ونشر عطال صور المقابلة على حسابه الشخصي انستغرام وأرفقها بعلمي الجزائر وفلسطين. وقبلها نشر محارب الصحراء ستوري للشيخ محمود الحسنات يدعم فيها الشعب الفلسطيني ضد اليهود قبل أن يحذفها بعد ساعات وفق موقع فوت ميركاتو. ونشرت صحيفة نيس ماتان تقريرا اتهمت فيه عطال بالتحريض على الكراهية بسبب مقطع فيديو الشيخ الحسنات الذي دعا فيه إلى إرسال يوم أسود على اليهود. وهاجم عمدة نيس اللاعب الجزائري وطلبه بتقديم اعتذار وإدانة حماس، وإلا فلا مكان له في نادي نيس. إدانة حماس، راك تسمع خويا. ورضخ الدول الجزائري، اسمع مليح، ورضخ الدول الجزائري لمطالب الاعتذار، حيث قال إنه على علم بأن منشوره صدم العديد من الأشخاص، لافتا إلى أنه لم يكن يقصد ذلك. وأوضح اللاعب الجزائري أن موقفه واضح جدا ويتمثل في إدانة العنف بكل أنواعه أينما كان في العالم. وأكد أنه يساند كل الضحايا ولن يساند أبدا رسائل الكراهية. هذه عطال اللي دارها خالتي. وهذا حتى اتحاد هنا الاتحادية الجزائرية والله اي صلتنا من قبل عفسه بعامين يا ربي، ودرنا عليها فيديو والله غير نسيتو. اي تنوري ولا شكون عفسه هذه. بون ليسونسيال هذا كان رئيس اتحاديه واحد اخر، درك رئيس اتحاديه جديد او عطلوه في السيبله او عطل او في السيبله وما بقالوش عطل. بون صح هذا وين بدات لا سيزون ما عندهاش بزاف ملي بدات لا سيزون، بصح ما تنساش بلي هو جاي كاس افريقيا يتسمى كاس افريقيا او راح يضرب شهر ان شاء الله، شهر مع المنتخب الجزائري، تبقى له شهرين 3 اشهر مع الفريق نيس. هذا ما كان الاعتذار تاعو، هو قدم الاعتذار تاعو، ربي سهل على كل، ربي سهل عليه، قدم الاعتذار تاعو. ولكن خوتي هنا تدخل الاتحاد رئيس الاتحاديه الفرنسيه لكره القدم شخصيا في هذا الموضوع. شحال عندها درك؟ عندها من البارح لوت البارح تدخل رئيس الاتحاديه. شحال عندها؟ حنا رئيس الاتحاديه تاعنا وراه على ما يدخلش ويدافع القضايا تاعنا باينه. حنا القضيه تاعنا ندافعوا على القضيه الفلسطينيه، هذه مفروغ منها باينه. حنا لازم ندخل، لازم يدخل رئيس الاتحاديه تاعنا. عطاله في خطر، قادر يدخلوا حتى للحبس خوتي، قادر تولد اي حاجه تهمون بتاع مش كيف احنا نقولوا. يا ربي يا ربي كيف واش داروا له هنايا يا اسمعتو اصبرتو هاي والله. قال لك تقريرا اتهمت فيه عطل بالتحريض على الكراهيه. شو وراه التحريض على الكراهيه معناتها راهي حاجه كبيره عندهم هما، هي عندهم حاجه كبيره. تحريض على الكراهيه في كل بلاصه ما يحبوش، بصح اليهود نورمال نكرهوا اليهود عادي ما فيها والو. هذه كيما هما راهم داعمين اليهود، هما راهم داعمين اليهود بالمال والاموال والسلاح وما يشبه ذلك. حنا رانا دعمنا فلسطين باضعف الايمان كما يقولوا، باضعف الايمان ندعو لهم ربي ونديروا المنشورات. هذاك المنشورات باينين في مواقع التواصل. هذا ما كان مساكن، هذا واش كاين فلسطينيين. على كل قضيه تاع الطار لازم تدخل فيها
اعلى هيئه هنايا في كرويه هنا في الجزائر. رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم لازم يتدخل في قضيه تاع عطال. عطال ما دار والو، ما دار والو عطال. بالخف جبدوها، بالخف يا ربي شحال ربتها. عطال دارها ساعه زوج سوايع نحاها، نحى المنشور هذاك تاع الحسنات. على كل انا حبيت نهضر لكم على هذا عطال اللي راه في السيبله خاوتي، راه في السيبله، راه في السيبله. هذا ولد بلادنا راه في السيبله خاوتي. على كل حال جينا ما عندنا واش نديرو سوى نذكروا بالك توصل لعلها توصل رئيس الاتحاديه ولا الهيئات هنايا، ما باليش انا وين راح توصل. لا عطال راه في السيبله خاوتي. هايلا. اما الموضوع تاع البارح خاوتي، اللي الماتش تاع البارح اللي كيما شفت انايا ما لعبناش مليح، وقلنا هضرنا عليها البارح، كنا مقلقين منها، ما لعبناش مليح. صح ما لعبناش مليح، ولكن ما تقوليش باللي زعما ما تقوليش باللي زعما مصر لعبت خير منا. انا قلتها البارح ونزيد نقولها اليوم. مصر تقريبا لعبوا زوج خطوط دفاع الخط الاول والخط الثاني. هكذا لعبوا خاطي، خاصة بعد خروج كي يخرج لهم الجوار هذاك، لعبوا بستة خويا ولا شفتوهم 5-3-1. 5 هذه هي لعبوا هكذا 5-3-1. ما تقدرش تموت ني راح تفوت. ولكن كاينه حاجه خوتي عندهم، قلنا عندهم محمد صلاح السرعه الفائقه خوتي، يطلع يشد بالون بزوج ثلاثه يكونوا وصلوا الجوار الاخرين، يكون وصل النيني ويكون وصل ذاك تريزيغي هذاك اللي طياره خاوتي. حتى هذوك ما شاء الله ثلاثه هذو اللي في لاطاك داروا لنا سومبيتي. علاه حنا حبينا نحطوا بالون، نلعبوا بالون كالم جيب كيما العاده، طلع هبط، نطلعوا هذيك نجريوهم. ولكن ما صلحتش بين زروقي فيغولي وشيبي، خاصه بالرحمه ملهيه وفيغولي وين ما قدروش يمشيو بالون. اسمح لي خويا، على كل هضرناها ونزيد نعاودوها. ماشي هذه هي التشكيله اللي تلعب بها ضد المنتخب الفرنسي، ضد المنتخب المصري. ماشي هذه هي التشكيله. هكذا خاطي حنا اللي يقول لك مصر لعبت خير من الجزائر، ما فاش لعبت مصر. لعبوا بتسعه، صح لعبوا بتسعه ب10 نقولوا حنا 9 الداخل، لعبوا ب10. مي كانوا يستناو ويجيهم بالون ويقطعوا لنا بالون في لاطاك. ما شفنا زعما نسوج كرويه ولا ما كاش، ما شفناش. نكذب عليك يقول لك صح شكله خطر علينا، قلت لكم علاه. ولا شفتوا ديجا اصلا ما تاع اللي ضربها في صالح، اللي ضربها في البارا، شحال كانوا لي جوار تاعهم في لاطاك؟ ثلاثه في لاطاك با بليس. باش تشوفوا خوتي ما كاش. لو كان عندي امكانيات وكيفاش نجيب اللقطات وكذا منا نوريكم غير بالعقل. لا غالب ما كاش امكانيات. هذا واش نقدروا غير نهضروا بالفم، وبعض الصوالح نقدر نطرافيكيهم منا ومنا. مي لا غالب هذه واش كاين. بصح عندي شوف يقول لك لعبه مصر صح. علاه خاطر على بالكم علاه خاطر مصر لعبوا ب10 وحنا لعبنا ب11. بانت لك باللي حاجه كبيره وكذا منا. اقسم بالله انا واحد من الناس كيما قال وقلتها البارح قبل ما يهضرها جمال بالماضي، قلتها انايا والله غير لو كان غير ما خرجوش هذاك الجوار بالحمراء نشوفوا المنتخب تاعنا وين راه واصل. والله ما خرج بهذاك بالحمراء كنا نشوفوا مقابله واحده اخرى. ونسمعكم هذه خاوتي، اسمع هذه التالي، اسمعها ونعاودوا نقولوا. ما دي الحاله الاولى. طيب نخش على الحلقه اللي بعدها. نشوف الحلقه الثانيه. مطالبه منتخب الجزائر ركله جزاء سليمه لمنتخب الجزائر لم يتم احتسابها. ايد غير مبرره للاعب منتخب مصر، طبعا ايد خارج الجسم وغير مبرره ومش وضع طبيعي وانت بتلعب الكوره. والفار لم يستدعي ايضا، لان الفار كان لازم يستدعي. ده ثاني خطا هنا على الفار. هنا في ركله جزاء لم يتم احتسابها. الايد طبعا في وضع غير مبرر اثناء اللعب. محدش بيلعب الكوره وبيبقى حاطط ايديه بالشكل المفروض. بتبقى خارج بره الجسم عشان تلعب، بس بالشكل ده طبعا خطأ. صحيح. دي الحالة الثانية. نروح للحالة الثالثة، حالة تألق من مساعد الحكم. وشاهد شاهد من أهلها. هذا التحليل تاع مصر خاوتي. ضربة الجزاء، لا عطانا ضربة الجزاء هذه يا خويا حقي، يعطيني ضربة الجزاء تاعي ربي سهل. راهم يلعبوا ب10 ولا ب6، انا اعطيني البينالتي تاعي ضربة جزاء باينة شرع الله، ضربها في يدو
ما عاود ولا الفار، ما حوس عليها، ما حوسوا عليها، ما والو. اعطينا حقنا، اعطيني البينالتي تاعي، ثم لو كان عطانا البينالتي البالون كاع يدور، الماتش يدور علاه يدور خاوتي علاه؟ باسكو مصر من بعد مازال كاين الوقت يولوا يخافوا ولا ما يطلعوش هذاك لي كونتر اتاك. من تراك رابح 1-0 بقات لك ربع ساعه ولا 20 مينوت ولا تحوس نورمال تحوس، بقات لك نص ساعه تحوس دير لي كونتر اتاك، ما من ماركيو لهم نقولوا غاليزاسيون. بصح لو كان حنا غاليزينا في وقت مبكر وعطانا البينالتي تاعنا وغاليزينا، ما يلعبش هكذاك، ما يدورش هكذاك، ما يبقاش الماتش هكذاك. على كل خاوتي هذه هي، الحمد لله على كل، الحمد لله ماتش اوميكال، شفنا واش عندنا، شفنا واش نقدروا، وشفنا بعض اللاعبين اللي ما لازمش يدخل تيتيلار، ممكن تخليه كجوكير نورمال معليش، مي باش يدخل تيتيلار مقابله كومبلي لا. هكذا خاوتي، ما نطولوش عليكم خاوتي، نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف. تحية الجزائر والسلام عليكم.